اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلب ام حمزه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. قلنا مع بعض النهارده هنعمل بقى شويه كحك كده بالملبن، بس عايزه اقول لك في منتهى الجمال وطعم طعم طعم. يا ريت تمشي ورا طريقه ام حمزه، وان شاء الله طريقه ام حمزه تعجبك. بصوا هنا انا عايزه اوريكم ده ايه. ده ملبن، ده عباره عن نص كيلو. انا جبته وحطيت عليه معلقه سمنه وحبه ريحه الموز، روح الموز، وحطيت اللهم صل على النبي حبه سمسم، وقلبتهم كلهم في بعض وقعدت اعجن 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 لحد ما بقت معايا عجينه خالص. بصوا اهي، ولا لزقت ولا مثلا زي ما بسمع كده ان هي بتلزق او بتسيح او اي حاجه. هتفضلي تخلطي فيهم وتعجني فيهم لحد ما يبقوا متماسكين معاكي. بعد كده هنكورهم، واهم حاجه تدخليهم التلاجة شويه. ما حطيتهمش في التلاجة وحطيتيهم في الحشو على طول بتاعك بتاع الكحك، هتسيح معاكي وهتنشف معاكي في قلب الفرن. لازم تدخليها التلاجة شويه عشان خاطر تمسك. انا مرضتش اعمل معاكم الطريقه دي، قلت عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. زي ما قلت لكم نص كيلو ملبن، معلقه سمسم، حبه روح الموز، وعجيني كله، ومعلقه سمنه بلدي. ما عندكيش سمنه بلدي ممكن معلقه سمنه عاديه، وعجيني كله في بعض. وزي ما قلت لك كوريهم كده اهو، ودخليهم التلاجة عشان يرتاحوا شويه او يمسكوا في بعض شويه. تعالي بقى نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا انا نص كيلو سمنه، نص كيلو ممكن دي بالظبط كده نص كيلو 20 جرام. انا بحب الكحك اللي هو الناعم دايب دوب كده زي المحلات بتاع بره بالظبط. هنفضي هنا السمنه بتاعتنا في البوله، نجيب طبق كده ونفضي فيه نص كيلو سمنه كده كده كده. مش تسيبيش فيها اي حاجه لان انا هنا وزناها بالظبط. حطينا هنا زي ما وريتكم كده حبايب قلبي نص كيلو سمنه، هنحط عليهم معلقتين سكر بودره. سكر بودره طبعا انا هنا معايا المعلقه الصغيره، ممكن احط كمان معلقه عشان يعادل المعالق الصغيره. وتفضلي بقى تقلبي السكر مع السمنه لحد ما يدوب في بعضه كده ويبقى عامل قوام كريمي خالص. بصوا تفضلوا تقلبوا تقلبوا كده شويه بقى حلوين كده كتير كده. شغل العيد بقى ايه، عايز يعني واحده بصحتها كويسه يعني. اهم حاجه تكوني واخده الفولترين بتاعك، برشامك الفولترين، ودهنه ركبك ودهنه ايدك عند كوعك كده. وتفضلي بقى تدي الحاجه تقليبه 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 حلوه كده قد 10 دقايق لحد ما تسيح السكر مع السمنه ويبقى القوام كريمي خالص. اهم حاجه يا حبيبه قلبي يا حبايب قلب ام حمزه، النص كيلو السمنه بتاعك من العلبه للطبق بتاعك بتاع العجن مباشره. ما تسيحهاش، ما تسخنهاش، ما تعمليش فيها اي حاجه. بصوا زي ما انا قلت لك، من الطبق من العلبه بتاعتك بالظبط على طول على الطبق اللي هتعجني فيه. ما تسيحهاش ولا تعملي فيها اي حاجه. كل ده احنا كده هنفضل نقلب 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 شويه حلوين كده لحد ما تسيح معانا كله ويندمج كله في بعض. حتى لو عندك مضرب كهرباء، انا مش عايزه استخدم مضرب كهرباء، لا انا عايزه استخدم ايدي، لان الضربه دي انا عايزه اعملها بايدي احسن. الضرب بالايد هيبقى احسن واوفر كمان من ان انت تعملي بالمضرب الكهرباء وتضيعي وقت على الفاضي. لا انا عايزه ادي الحاجه حقها. بصوا حبايب قلب ام حمزه، بصوا هنا تحسي ان السمنه تقلت كده ولونها فتحها عما حطيتها في الاول خالص. يعني لونها فتحي كده بقى لونها جميل قوي عن ما حطيتها من الطبق في الاول خالص. قلبنا هنا بقى نص كيلو سمنه ومعاهم معلقتين سكر بودره. لو انت عايزاه ناعم دوب زي المحلات يبقى تحطي نص كيلو سمنه وعليهم معلقتين كمان.
بس انا عايزاهم نوعا ما، يبقى هحط نص كيلو سمنه بس. بصوا انا قلبت هنا كده اهي لحد ما القوام بقى تقيل كده اهو، وعامل زي الكريمي. هنبتدي ننزل عليهم ايه بقى، هنحط عليهم كيلو دقيق. انا هنا جايبه الدقيق ده مكتوب عليه دقيق للكحك والبسكويت. هنزل عليهم بكيلو دقيق، هندخله كده كويس. واهم حاجه ما تنسيش، اوعي تنسي ذره الملح. يلا نحط ذره ملح بس، اوعي تحطي ملح كتير بعدين يحدق منك، ما تعرفيش تعملي فيه حاجه. هنا بقى احنا دخلنا كده كيلو دقيق مع بعضينا، بصوا كده هاشش كده ومنفوش كده وجميل ازاي. هننزل عليه قبل ما نقلبه في السمنه معلقتين سمسم كبار. اهم حاجه السمسم يكون متحمص. وهننزل عليه بمعلقه صغيره بيكنج باودر. اهم حاجه لو انت هتشتغلي ببيكنج باودر بس يبقى تحطي معلقه كبيره، لكن لو هتشتغلي ببيكنج باودر وخميره يبقى معلقه صغيره ممسوحه، علشان تاخدي نفس القوام بتاع المحلات. معلقه صغيره ممسوحه خالص كده. وناخد معلقه خميره برضو ممسوحه. كل سنه وانتم طيبين. قلنا بقى نروح نشتري كحك وبسكويت لقينا الحاجه غاليه. بصوا معلقه خميره. يا بقى لو حطيتي كيس فانيليا بقى من عندك تكايه كده صغيره اهي. بصوا حاجه بسيطه كده، بسيطه خالص. عايزه تحطي بقى ريحه الكحك حطي، مش عايزه وعايزه تستكفي بروح الموز اللي في الملبن خلاص. بس هروح منكم فين؟ هتقولي لي يا ام حمزه فين ريحه الكحك؟ ادي ريحه الكحك يا حبايب قلبي اهي. طبعا هنا كده المعلقه دي خلاص بقى كده شكرا. المرحله الجايه مرحله البس. هتبس الدقيق بقى مع السمنه كده، احنا مش هنعجن، احنا هنبس الدقيق مع السمنه. يعني ايه يا ام حمزه؟ يعني هنشرب السمنه من الدقيق ونخلي الدقيق كله مليان سمنه. احنا مش عايزين ولا حبايه دقيق ما تكونش شاربه من السمنه. بسي كده بقى شويه كده حلوين لحد ما الدقيق يتشرب كله في قلب السمنه. عمليه البس دي اهم من العجن نفسه. بس بقى افضلي بس كده لحد ما الدقيق يتشرب كله مع السمنه. وبعد كده هقولك الخطوه الجايه عباره عن ايه. بصوا حبايب قلبي، احنا هنا بقى ايه، قعدنا نبس كده في الدقيق مع العجينه. افضلي بس كده يعني لحد ما الدقيق كله يتشرب مع السمنه عشان خاطر تطلع لك نتائج مظبوطه. انت عارفه والله العظيم حبايب قلب ام حمزه، والله لو جربتي الطريقه دي ومشيتي عليها هتطلع ترند الايام الجايه دي كلها، من جمال الكحك ومن حلاوته. والله العظيم هتطلع طريقه في منتهى الجمال. انا هكتب لك الطريقه او المقادير بالظبط في صندوق الوصف، عشان خاطر ما تحطيش حاجه زياده او تحطي حاجه اقل ترجعي تقولي ام حمزه قالت الطريقه دي حلوه وجربوها وما نجحتش معايا. انا مش مسؤوله عن مقاديرك او خطواتك اللي هتمشي عليها. بصوا بقى انا هنا قعدت بس كده اقلب لحد ما عجنت ولا الدقيق كله اتشرب في قلب السمنه. عايزين بقى نشوف هنا حبايب قلبي ايه، اذا كانت يعني النتيجه هنا ناجحه ولا لا، ولا عايز مثلا سمنه، عايز دقيق، عايز اي حاجه. نبتدي نعمل كده دي حته، نعمل تيست كده اختبار. تعالوا نجيب البسطامه بتاعتنا كده، هنعمل اختبار كده صغير لواحده بس كده.
شايفين الجمال؟ ما شققتش اهي من الجناب، ما فتحتش اهي. هي كده العجينه بتاعتك مش محتاجه اي حاجه. عايزه اقول لك البصمه الجميله دي هتنجز معاكي وقت، وسهله وجميله وفي منتهى الجمال. عايزه اقول لك الكوبايه الصغيره اللي معايا دي، ده حبه دقيق، بحط كده البصمه فيها وانفضها كده، علشان خاطر لو حسيت ان العجينه وانت بتعمليها لزقت في البصامه، حطيها في قلب الدقيق ونفضيها منه بس. تعالوا بقى نبتدي بعد ما خلصنا كده ولقينا العجينه بتاعتنا ناجحه وكده، خلاص بقى مش عايزه اي حاجه. معانا هنا يا حبايب قلبي نص كوبايه ميه، هنحط ربعها ونعجن. حسينا ان هي عايزه تاني هنزود، ما ندلقش النص كوبايه على بعض. بصوا انا خدت ربعها. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقلب كده. هتقولي لي يا ام حمزه ليه ما بتعجنيش باللبن؟ اللبن بيخلي عمر الكحك ما بيبقاش طويل. طبعا احنا مش عاملين كميه عشان نقول ايه عمر الكحك ما يبقاش طويل ولا قصير، لا احنا عاملين حاجات قليله. بس انا بعمل بالميه، انا بحبها وبتبقى خفيفه واحسن. يعني معظم المحلات بره ما بتعجنش بلبن، بتعجن بالميه. بصوا احنا هنا مش بنعجن بقى، احنا هنلم السمنه مع الدقيق مع الميه زي لم كده بس. يعني اوعي تعجني الكحك. العجينه بتاعتك خلاص كده خلصت، هي كده مش عايزه اي عجن فيها تاني خلاص. بسم الله ما شاء الله، اتلمت معانا اهي وبقت جميله اهي. احنا كده كل ده ما بنعجنش، احنا بنلم الميه بس مع السمنه مع الدقيق مع المكونات بتاعتنا بس. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. عجينه اهي اهو حبايب قلبي. تعالوا نعمل اختبار كده في واحده تاني بعد ما عجناها. بصوا بصوا شايفين ما شققتش من الجناب؟ شايفينها يا حبايب قلبي؟ كده العجينه بتاعتك ناجحه. طالما ما شققتش من الجناب ولا شققت منك وانت بتعمليها، كده العجينه بتاعتك مش ناقصها اي حاجه. هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركه الله، ويلا تقول يلا نبدا ونعجن. قصدي نبتدي كده نكور ونحشي بالملبل بتاعنا ونرص في الصاجات. هروح هجيب الصاجات، واوعوا تروحوا في اي حته علشان نرص مع بعض الكحك. حبايب قلبي انا جبت الصاج اهو. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونكور الكحك كده بتاعنا. عارفه بقى لو عندك ميزان حاولي تطلعي الكحكايه 24 جرام بالظبط. انا ما عنديش هنا يعني الميزان، قلت اعمله كده بالويم كده بس. حاسه ان دي كده حلوه قوي، يعني ان هي تبقى دي مقاس كحكايه. بصوا انا هنا بعد ما كورتها كده هفتحها كده من النص كده 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 حبايب قلبي، وهياخد فيها حته ملبل من اللي احنا عاملينه. نرجع نضمها كده على بعضيها تاني ونرجع نضغط عليها بالبصامه، هتطلع معايا احلى كحكايه اهو. شايفين كده حبايب قلبي؟ انا هنا كورتها اهي. عايزه اوريكم بس قبل ما احطها في قلب الصاج كده اهو. نجيب البصامه بتاعتنا ضغطه كده بسيطه. والله العظيم يا حبايب قلبي تحس ان هو عايز يتاكل وهو نايم. احلى كحك ده ولا ايه؟ بصوا اوعي تعملي الصاج كله وترجعي تقولي انا هعمل بالبصامه بعد كده اهوت بعد ما اخلص الصاج. لا، الكحكايه هتنشف معاكي وهتشقق منك لو عملتي كده. لازم تعملي العجينه على طول وتروحي مكوره، وقبل ما تحطيها في قلب الصاج تكوني عاملاها بالبصمه. بصوا كده معايا. وانا هنا بقى ايه اللي حصل؟ ده اللي بقول لكم عليه، العجينه لزقت في قلب البصامه. ما تقلقيش مفيش اي مشكله. هنلمها كده تاني ونرجع في الدقيق كده وتنفضيها. بعد كده نعمل كده. شفتوا بقى
اوعي تقلقي اول ما تلاقيها لزقت منك، ما تقلقيش من اي حاجه. بصوا، بصوا حجم الكحكايه، والله يا حبايب قلبي تتاكل دوب. بصوا، تتاكل وهي نيه كده يا اخواتي. اهم حاجه يا حبايب قلبي البصامه دي، شايفين البصامه الجميله دي؟ يا كحك العيد يا احنا، يا بسكويت، شايفين؟ كل سنه وانتم طيبين حبايب قلب ام حمزه. يا رب نكون النهارده استفدنا مع بعض باي حاجه. الكحك من جماله عايز يتاكل ني. شايفين يا اخواتي الكحك زي المثل ما بيقول، عامل زي الكحك عايز يتاكل ني. هتقولوا في مثل كده يا ام حمزه، او ام حمزه اخترعت مثل، بس الكحك بيتكلم عن نفسه ازاي. بصوا، بصوا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نمشي على نفس الخطوات، هسيب لك الطريقه في الوصف من تحت بالمقادير بالظبط، وامشي على نفس الطريقه وعلى نفس الخطوات، هتطلعي شويه كحك. كل اللي هيدوه من ايدك هيقولك ده كحك العبد ولا اتوال، ده مش كحك، مش بتاعك ابدا. بامانه الله شويه كحك احلى من بتاع العبد واتوال. يا رب تجربي طريقتي، وان شاء الله تجربيها وتقولي لي في التعليقات رايك، وباذن الله اشوفكم على خير. انا دلوقتي هخش اسويه وهرجع تاني اوريكم شكله بعد ما استوى، مع ان هو شكله كده عامل زي ما يكون استوى. جميل جميل جميل، ولا ريحته بقى مش عايزه اقول لكم. تعالوا يلا نسويه مع بعض ونرجع نشوف شكله بعد ما استوى. هنا بقى معانا حته عجينه فاضله كده بعد ما دخلنا الصاج الفرن وقلنا نسويه كده في الفرن. حته العجينه اللي فاضله بقى قلنا نجيب صينيه صغيره كده ونكملها في قلب الصينيه. ودي بقى حته العجينه اللي اتفضلت، حبيت ان انا اعملها كده في الصينيه اهي. والله الكحك ده بيتكلم عن نفسه من جماله، عايز يتاكل اكل يا اخواتي. يا رب تجربي التعليق، يا رب تجربي الطريقه وتقولي لي في التعليقات، وما تبخليش عليا باللايك والاشتراك في القناه. لو عجبك الفيديو اعملي لايك، عماله اقول لك اللايك اللايك علشان الفيديو يوصل ويكبر، وانا قناتي يوم ما هتكبر بيكم حبايب قلب ام حمزه واخواتي في الله. يا رب النهارده نكون استفدنا مع بعض باي حاجه. هو الفيديو ممكن يكون طويل شويه، بس انا عشان اوصل لك المعلومه ونستفاد مع بعض. يا رب تجربي الطريقه مش هتندمي ولا هتخسري. كل اللي هيدوه من عندك هيقولك ده كحك العبد مش طريقتك ابدا. يا رب تجربي الطريقه وتقولي رايك في التعليق.